السلام عليكم. اليوم حبيت نرد على النخبة التونسية اللي طالب بإعادة النظر في اتفاقية تاع الأنبوب تاع الغاز العابر الأراضي التونسية باتجاه إيطاليا. شافوا ميلونيجات وكاينة صفقات وأسعار الغاز طلعت والجزائر عاد عندها وزن كبير في السوق العالمية. قال لك علاش ما نربحوش أكثر ولازم نراجعوا هذه الاتفاقية. نذكركم فقط بكري قلتوا كليمه بتو في الظليمه، دركا قلتوا كليمه، درك تروحوا تلموا الحطب باش تسخنوا، باش تدفاو، باش تعيشوا الاعوام الجايه. بعد انتهاء الاتفاقيه هذه ما نراجعوا، ما نحوسوا نفهموا. انتم حبيتوا تربحوا على ظهرنا وقلتوا نسالوا فيها النص. صحيح الجزائر لقات الحل، وبعد بدات مشروع تاع انبوب عابر مباشرة إلى إيطاليا من طرف إلى باتجاه صقلية. وانتم راحوا شوفوا اليوم منين نجيبوا الغاز اللي كنا نعطيو لكم 64% من حاجتكم الغاز، كنا احنا نضمنوها بأسعار تفضيلية. فض السوق، انتم تقولوا نسالوا النص في الغاز الجزائري، الأردن يقولوا اعطيونا الغاز باطل، والمروكي يقولنا نسالوا 50% من غير جبيلات. وش هذا؟ حين تقاسموا ثروات، مادامكم تسميوا روحكم نخبه، لقاو حلول، بعيد عن الجزائر، لان الجزائر تخطيكم ما تلقاوش الرواتب تاعكم. اي حميت لكم ظهركم من الارهاب، حميتكم من المجاعه، هذه ليست منا ولكنها سياسه حسن الجوار اللي معروفه بها الجزائر. حبيتوا توليوا كالمغاربه ومشكلتكم هو الجيش الجزائري والجزائر، وتهضروا على وتلونوا الخرائط. وللاسف الشعب التونسي هو اللي راح يدفع الثمن، مثل العاده، مثل ما دفع الثمن الشعب المغربي لما اوقفت الجزائر العمل بالخط العابر للمغرب. كل يوم في ازمه خانقه ويطالبوا بفتح الحدود، كانوا عايشين على ظهرنا بالتهريب. فض السوق اليوم، لقاو حلول ليكم. الجزائر مش مسؤوله عليكم، ما خلفتكمش ونساتكم. وشكرا.